بُص، أنا هاجاوبك على السؤال اللي دايمًا محيّرك، هو اشمعنى يعني جمهور الزمالك ده اللي زياط زيادة عن اللزوم؟ ما كل الجمهور في العالم يا عم بياخدوا بطولات وبيحتفلوا يومين 3 والموضوع انتهى. ليه جمهور الزمالك بالتحديد البطولة بتاعته يا عم جمل أوي كده وبيقعد يزيط فيها، والاحتفالات تقعد لها سنين مش أيام يعني زي بقية الناس؟ السؤال ده دايمًا بييجي في دماغك كراجل مشجع أهلاوي، وكراجل مشجع زملكاوي برضه، حتى أنت برضه ما بتبقاش عارف هو أنت فرحان ليه؟ يعني إيه السبب ان انا اقعد افرح بالبطوله المده الطويله دي وابقى فرحان بيها قوي؟ انا عندي اجابه علميه كده ممكن تقول لك الموضوع ده. ليه جمهور الزمالك دايما بيقعد يسقف ويطبل دايما لما بياخد بطوله؟ لان الموضوع بمنتهى البساطه، القصه اللي بيعيشها جمهور الزمالك ما هياش زي اي جمهور في الدنيا دي كلها. يا عم هو مش احسن جمهور في الدنيا عشان بس ما تجيش في خيالك ان انا بطبل للجمهور، لا انا بقول لك القصه اللي هو بيعيشها ليه بتخليه دايما مرتبط بالبطوله. لان دايما الزمالك في بطولاته بيعيش خط درامي. الناس اللي دارسه دراما ودارسه سينما بشكل عام، في خط درامي كده وفي التيمات بتاعت الصعود هو دايما بيعيشها الزمالك. يعني التيمه بتاعت البطل الغلبان اللي يعني في ناس كتير اقوى منه وجايين عليه وي وي وي، ثم البطل ده تيجي له الفرصه ويجي له قوه من عند ربنا ويكمل ويفضل يصعد 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 لغايه بقى ما يحصل له برده مشاكل في النص بقى. ما هو الصعود برده ما بيبقاش كده. في ضمن الحبكه يعني ان بيبقى في حاجه اسمها عقد. العقد دي دايما بيقابلها البطل بتاعنا في الفيلم. يقابله مثلا صراعات في عز برضه ما هو بيطلع شويه، يقابله مثلا صراع، يقابله مثلا بطل رخم بيغلس عليه، يقابله شويه حاجات كده يعني، لحد ما يوصل بقى للناحيه الاخيره قوي اللي هي خلاص بقى ان البطل ده بيكسب كل اعدائه والبطل ده بيدوس على كل الناس، ونفرح كلنا ونبقى كلنا مرتبطين بالبطل من اول رحله الصعود بتاعته وهو لسه يعني صغير والناس كلها جايه عليه، لحد ما يبقى بقى خلاص الكينج بقى والخير انتصر والكلام ده. وده نفس الخط الدرامي اللي بيعيشه جمهور الزمالك مع بطولاته. جمهور الزمالك لو انت خدت بالك كده، وعلى فكره جمهور الاهلي ساعده كتير في رسم السيناريو ده وهقول لك ازاي دلوقتي. جمهور الزمالك بيعيش صعوبات في البطوله بتاعته، يعني بدايه كده من اول الدوري، من قبل ما الدوري يبدا اصلا النجم بتاع الزمالك بيروح الاهلي. ودي حاجه مهما كان زملكاوي يعني حقنه يقول لك اصل انا مش فارق معايا زيزو، لا فارق معاك كتير قوي زيزو، وفرق معاك انت نفسيا زيزو. انت قبل ما الدوري ده يبدا انت كنت حاسس ان خلاص الدنيا بتروح منك، وجبت شويه لعيبه كده مغموره زي ما برضو بيحصل كده في الافلام برضو. ما هو انا عشان كده بقول لك ليه الزمالك وجمهوره بيبقى مرتبط قوي بالبطوله، عشان هي معموله دراما. عشان كده احنا بنحب الافلام وبنحب السيناريوهات الحلوه في الافلام. لذلك جمهور الزمالك مرتبط بالحدوته بتاع، عشان كده اسمها حدوته فعلا. وانا بحيي جدا 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 البني ادم اللي فكر في موضوع الحدوته ده، لان هي فعلا حدوته وحدوته حلوه. فهكمل لك الموضوع بنفس الترتيب بتاعه. اول حاجه زيزو خلاص مشي، والنجم اللي بقاله عندك سنين وانت بتجهزه ان هو يبقى خليفه شيكابالا، وشيكابالا ده بالنسبه للجمهور ده حاجه كبيره قوي. فلما تشيل زيزو من الفرقه ويروح الفرقه المنافسه على طول، كارثه كبيره قوي 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 عشان الزملكاويه. فده طبعا اثر على النفسيه. لا ومش بس كده بقى، فيساعدهم بقى الاهلاويه بالزيطه اللي عملوها بقى على صفقه زيزو، على صفقه بن شرقي وامام طبعا قبليهم وبن رمضان وموسم الصفقات. ايه ده ايه ده ايه ده، هو في ايه في ايه يا جماعه؟ فانت عمال بتشوف بتاعك الفيلن بقى اللي هو زي ما قلت لك كل شويه هرجع لك ايه الخط الدرامي. الفيلن اللي هو في الشخصيه بتاعتك بالنسبه لجمهور الزمالك يعني، الفيلن بتاعه اللي هو الاهلي عمال بيكبر ويتمادى في قوته ويتمادى في عظمته وعمال يدوس عليا وانا عمال مش عارف اتصرف معاه. هي ده بدايه الخط الدرامي. وجمهور الاهلي ساعده ان هو بناله كمان قصص، ان انت يا عم لو وصلت التالت تبقى حلو قوي، انت لو وصلت للسبعه اللي بينافسوا اساسا يبقى عظمه قوي. وكل المحللين بقى الاهلاويه طبعا، وعلى فكره عندهم حق يعني، تبص لها بالمنطق، هو ازاي يعني؟ ازاي يعني هي فعلا ازاي فرقه فيها كل النجوم دي وفرقه ما فيهاش حاجه خالص دي اللي تاخد البطوله ودي اللي ما تاخدش البطوله؟ شيء غير منطقي بالمره. ولكن ده اللي حصل. فخلينا بس نكمل لك الايه السياق الدرامي. جمهور الاهلي ساعد فعلا جمهور الزمالك في موضوع الحبكه الدراميه، ان هو عمالين يزودوا في القسوه قوي وجم عليهم قوي. عشان كده الدنيا بقى لما بدات تمشي شويه في شويه في شويه، الله ايه ده الدنيا حلوه اهو.
ده احنا ممكن هي فيها ولا ايه. لغايه ما جه كمان الماتش بتاع الاهلي، ودي بقى العقده اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، العقده اللي بتقابل البطل، اللي هو في عز ما انت برضو بتطلع اهو تلاقي حاجه خلاص بقى ممكن توقعك وتنيمك خالص تاني، فانت تقوم وتعافر وكلام من ده. وده اللي حصل في ماتش الاهلي. ماتش الاهلي، الاهلي كسب 3، رجع تاني للدوري، حس ده الاهلي هيرجع والزمالك هينام بقى السيناريوهات دي على فكره انا متاكد بنسبه مليار في الميه كلها دارت في عقل كل زملكاوي. يعني حتى في مهما كان عنده ثقه وانا الاول على الدوري ومش عارف ايه، هو خايف من اللحظه اللي هو ايه ده، هي ممكن تقلب عليا ولا ايه. وده برضو اللي زود من حلاوه الدراما، ان العقده اللي قلت لك عليها دي جزء برضو من السياق الدرامي. في عقده، ف ها جت عليك خلاص اهو، وكنت خلاص انت هتموت، اداك ضربه ولكن ما كانتش الضربه القاضيه، خليتك خلاص تقوم تاني. وبعديها فضل الزمالك مكمل مكمل مكمل، وقابلته كمان عقده الماتش بتاع الكونفدراليه، ان خلاص يا نهار ازرق انا ممكن اطلع بموسم صفري بعد ما انا خلاص كنت قريب من بطولتين، هطلع بموسم صفري. لا دي كارثه كبيره، اللعيبه عماله بتقع منك، اصابات، كل دي اجواء. واللعيبه طبعا بقى في وسط الموسم بقى ما فيش قبض، ومش عارف ناصر ماهر مشي ودونجا مشي، واللعيبه بقى ما تعرفش محمد عواد يتخانق وما بيخش التشكيل، ومحمد صبحي مش عارف يغلط غلطه فيطلع من التشكيل. في دراما، في احداث، سيبك من الكوره خالص الزمالك بيلعب كوره، الاهلي بيلعب كوره، ايا كان الكوره في مصر قليله، بس الدراما والسبايس اللي بيتحط في الحدوته هو اللي خلى الحدوته ليها طعم. ثم بعد كده بقى الزمالك ياخد البطوله، وهنا بقى تحصل بقى ايه، اللقطه الاخيره، الحلقه الاخيره بقى. يعني الكلام اللي بحكي لك عليه بقى ماتش الاهلي والكلام ده بتبقى دايما في الحلقه 27، فدايما المخرج بقى يقوم تك 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 كده اخر 3 حلقات يقوم حلل لك كل العقد، والزمالك ياخد الدوري بمنتهى الصعوبه قدام سيراميكا. بعد ما برضه في شويه احداث برضه، يعني جوه الماتش ده مليان احداث، هوب سيراميكا يضيع ضربه جزاء، وهوب فيلم. وعشان كده جمهور الزمالك مرتبط بالحدوته، لان فيها فيلم، فيها قصه حلوه، فيها حاجه انت مرتبط بيها، حاجه جايبه معاك رايحه جايه كده، في المتلقي بيستقبل حاجه والمرسل بيقول حاجه، في حاجه انت حاسسها انت كجمهور زمالك. وعلى فكره هقول لك انت كجمهور اهلي بطلت تحس ليه بالشعور ده، وانت يعني البطولات اللي خلتك تحس بالشعور ده. يعني مثلا جمهور الاهلي بطل يحس بالشعور ده، لان معظم الدوريات اللي بياخدها الاهلي ومعظم البطولات اللي بيخشها الاهلي هو بيبقى فيها الجامد، هو عمره ما كان اندر دوج، هو طول عمره هو الجام، هو هيخش يدوس على اي حد ويموته، فخلاص تمام، ما فيهاش احداث، ما فيهاش سبايس، ما فيهاش شطه. لذلك مثلا يعني على سبيل المثال الجمهور الاهلي بيعظم قوي من بطوله افريقيا 2005، بيحبها قوي قوي. يعني الجون بتاع ابو تريكه في الصفاقس هناك ده، دي حاجه ما تتنسيش، حاجه يعني بالنسبه لجمهور الاهلي حاجه صعبه. ليه؟ عشان فيها دراما، برضو نفس الحدوته، هي كان ليها حدوته بس بموضوع مختلف شويه، ان مش عارف بتلعب بناشئ صغير اسمه احمد شديد قناوي، ما عندكش باك شمال، وهوبا انت عندهم في ارضهم وما كنت متعادل معاهم في ارضك 1-1، والدنيا عماله تتزاحم وتخنق، والجمهور بتاع تونس صعب، واللعيبه بتاع تونس عماله تقع وتضيع في وقت. قصص كبيره قوي 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 قوي. من ضمن الدراما برضو بتاعتها ان الجون يجي لك برضو بشكل درامي غريب، الكره تلعب من شادي محمد، مش عارف عماد متعب يديها لفلافيو، او العكس تقريبا، فلافيو يديها لعماد متعب، فعماد متعب يريحها لابو تريكه، ابو تريكه بشماله يحط الكره على الطاير، جون في اخر دقيقه. دراما، دراما ما بعدها دراما. هي دي، ما هي دي يا جماعه الافلام بتاعت اليوب بتبقى عامله ازاي، افلام اليوب بتبقى كلها كده، تصاعد وتنزل وتطلع في الاحداث، والادرينالين بتاعك يطلع جامد ثم ينزل بعد كده يطلع تاني. هو دي الدراما، هي دي بالذات الدراما. فلذلك جمهور الاهلي بيحب قوي الشكل ده من البطوله على فكره يعني، بس هو ما بيعديش عليه كتير. ليه؟ لان الاهلي طول الوقت جامد، الاهلي طول الوقت ما بيحسش بحته الكسره دي، فانا ممكن رحله الصعود لا ما بتحصلش مع الاهلي كتير. فعشان كده كجمهور الاهلي لا، انت لازم تفهم يا باشا ليه دايما جمهور الزمالك بيزيط قوي بالاحداث دي، عشان هو مش زيطه، هو الراجل عايش سيناريو. يعني اعتقد والله لو في واحد بيكتب سيناريو مش هيكتبه بالرخامه دي، مش هيكتبه بالرزاله دي، صعب، سيناريو صعب قوي، والزمالك في الاخر ياخد البطوله، حاجه مش سهله خالص على فكره.
فلذلك جمهور الزمالك بيرتبط قوي 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 بالبطوله بتاعته. وعلى فكره برضو عشان برضو يعني ابقى ماشي لك في نفس اللاين، حتى في اوروبا على فكره يعني البطولات اللي هي بيبقى فيها احداث مشوقه وحاجات غريبه بتحصل في الماتش ومش عارف ايه، بتتصنف دايما ان هي من اغلى البطولات. يعني مثلا لو سالت اي مشجع بيتابع كره عالميه هيقول لك يا باشا النهائي بتاع اسطنبول ده اللي هو كان ما بين ليفربول واي سي ميلان ده لا يعوض. اقول له عندك حق فعلا، فرقه كسبانه 3-0 في الشوط الاول، خلاص الحدوته خلصت، انا خلصت خلاص. واي سي ميلان فرقه كانت يعني فجره، فرقه تدوس على اي حد. فجأة ليفربول برضو الاندر دوج هوب لا هنجيب جون فنقلص الفارق في الثاني في الثالث فناخد احنا البطولة. حاجة يعني لا توصف. وعشان كده البطولة دي تحديدا هي ايكونيك في دوري ابطال اوروبا، لان هي فيها احداث، فيها السبايس، فيها الدراما. الكورة على فكرة من غير دراما بايخة عادي. لذلك الريمونتادا والكامباكس والكلام ده ليها طعم مع الجمهور بتاعها، ايا كان بقى مين الجمهور اللي بيحصل معايا. حوار الريمونتادا ده ليها طعم حلوه بتترسخ هنا. فمع الزمالك بتحصل كتير على فكره، يعني مثلا في الكونفدراليه مش الاخيره دي اللي قبليها حصل فيها برضو دراما ودنيا صعبه وبتاع. يعني على سبيل المثال كده هقول لك حاجه كده سريعه كده. يعني انا فاكر الماتش بتاع الزمالك اللي اتطرد فيه جنش ووقف فيه عمر السعيد. مش على فكره جمهور الزملكاوي بقى هيفهم اللي انا بقوله عليه ده. الدراما مش في الحدوته دي بس، لا الدراما فيما قبلها. جروس على فكره طول الوقت هو مدرب مقتنع ان التغيير الثالث ده، وقتها كان تغيير ثالث يعني ما كانش ليه لازمه، ما بعملوش تحسبا لاي اجراء ممكن يحصل في الماتش. ممكن اي حاجه تحصل في الماتش، ممكن لعيب يتصاب، ممكن كارت احمر، يعني الراجل ده كان خيالاته يعني. لكن الموضوع مشي معاه اكتر من ماتش، الراجل فضل ماشي وما بيعملش التغيير الثالث ده وما بيحصلش حاجه عادي يعني. كل مره ما بيحصلش حاجه. ويجي المحللين بقى في التلفزيون يا عم انت ليه ما بتعملش التغيير الثالث، يا عم ادي فرصه لفلان، يا عم ريح علان، يا عم مش عارف سوي افتر تاني. ويقعدوا مالوا دماغه ان هو طب ما انا اعمل التغيير الثالث. فيجي بقى على حظه، هنا دي بقى الدراما، يجي بقى على حظه ان الراجل يعمل التغييره الثالثه بعديها مفيش دقايق معدوده جنش انذار كده كان معاه انذار، في انذار تاني في كارت احمر بره جنش وما عندكش، وقفت عمر السعيد جون. فدراما دراما والفرقه اصلا وقتها انا مش فاكر ساعتها الزمالك كان بيلعب مين، هي فرقه من شمال افريقيا بس مش فاكر مين بصراحه. فرقه كانت دايسه على الزمالك بنزين جامد اصلا، وجنش واقف، جنش شال كتير، دفاع الزمالك كان شال كتير، فما بالك بقى بالزمالك ناقص واحد ومن غير جون. يعني انت فاهم الميكس عامل ازاي. الزمالك مطلوب منه واحد ومش اي واحد، مطلوب منه جون. ففي حارس مرمى لا يفقه شيء عن حارس المرمى وقف جون دلوقتي. فالفرقه دي لو كانت شاطت اي شوطه على الثلاث خشبات جون وانت مغمض. فلستر ربنا مع جمهور الزمالك هوب 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 الماتش يخلص والنتيجه اللي عايزها الزمالك، فالفريق يصعد، فالفريق يلعب مع نهضة بركان في النهائي فياخد البطوله. بطوله فيها دراما زي بطولات كتير للزمالك فيها دراما. عشان كده جمهور الزمالك تحديدا ربنا بيحبه على فكره في القصه دي. هتقول لي يا عم ده احنا ما بناخدش بطولات، يا عم ده احنا مش عارف ايه. لا جمهور الزمالك انت ربنا بيحبك في القصه دي، انت بتعيش احداث ما بيعيشهاش واحد عادي. عارف انت الافيه بتاع اللي هو ايه الغني اللي هو يعني مش حاسس بالسعاده. على فكره دي حقيقه بتحصل لاغنياء كتير، انا مش منهم طبعا بس يعني انا بقول لك بشكل عام اغنياء كتير فعلا، في اغنياء كتير بينتحروا ليه؟ لانه في رتابه في الموضوع، انا معايا كل الاوبشنز ومش مبسوط عادي. انما اللي بقى الراجل الفقير لما يختني لا تفرق جامد قوي 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 كمان. فهي دي نفس الفكره. جمهور الزمالك بيحب بطولاته وبيقدسها للاسباب دي، لان الدراما اللي بتحصل مع نادي الزمالك هي نفس الدراما اللي احنا بنشوفها في التلفزيون. يعني مثلا اخر حاجه عشان خلاص بقى انا طولت عليك، مثلا البطوله بتاعت الزمالك الاخيره بتاعت الكونفدراليه دي وان هو يخسر من اتحاد العاصمه، ما فيها الدراما اللي انا عايش انا هي دي بقى يعني هي دي بقى اللي تحسسه كمان بقيمه البطوله بتاعت الدوري. يعني البطوله بتاعت الكونفدراليه دي برده كان فيها دراما. خلاص بقى دي ما هي الدراما دي انا عارفها، هي دي اللي بتكسبني البطولات الدراما دي. وفي الاخر الزمالك ما ياخدش البطوله.
رغم ان عاش فيها برضو دراما، ومحمد صبحي يطرد برضو بعد ما الزمالك خلص كل تغييراته، فيقف سيف الجزيري اللي هو اصلا مضيع لك انفرادين كان ممكن اساسا الزمالك ما يحتاجش للهيصه دي كلها. فاوتوه لو جاب جون خلاص الموضوع انتهى، فسيف الجزيري يقف جون وربنا يسترها معاك فتكمل، فيحصل معاك نفس السيناريو برضو بتاع ماتش نهضه بركان، ماتش الذهاب يخش فيك جون في اخر دقيقه رغم ان انت كنت جايب جون. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ انت فاهم طبعا. حواديت جامده. ولعيب برضو يعني عاش في ظروف صعبه، ابوه مات وما عرفش يرجع يسافر فبيلعب. ما هي دي الدراما يا جماعه، هي دي الدراما. عشان كده جمهور الزمالك كان زعلان قوي على البطوله دي. هي دي الدراما يا باشا، دي بتاعتي انا، دي تلزمني انا، ما تلزمش حد. دي الدراما دي من نصيبي بقى خلاص بقى، ايه لازم تتبروز بتاعتي يعني، خلاص بقى البطل يكسب. لكن المره دي البطل ما كسبش، ولكنه كسب حاجه تانية، وهو كسب الدوري، لذلك فرحته بيه مضاعفه. اللي حصل في الكونفدراليه واللي حصل في الدوري، ولسه ياما بنشوف من الزمالك سيناريوهات انا ما اعرفش ربنا اختصه بالقصه دي، ان يحصل معاه دايما السيناريوهات الغريبه اللي فيها سبايسي وفيها شطه. فجمهور الزمالك افرح بالحدوته، لان الحدوته دي بتيجي غاليه قوي.